قبل ما نتكلم عن الوضع يا استاذ معتز وقبل ما نتكلم عن الداخليه، اتفضل. انا مش جاي النهارده عشان اتكلم بس بصفه موظفه مدنيه مهمشه كغيري في وزاره الداخليه. قبل ما ندخل في وزاره الداخليه انا جايه وحامله امانه. اي امانه لازم اوصلها زي ما حملت يا استاذ معتز. اول شيء بنقول اسفين يا ريس، اسفين يا ريس مرسي، اسفين ان احنا وثقنا فيك، اسفين ان احنا اديناكوا صوتنا، احنا اسفين. يا رب نموت لو عملناها تاني. بتعاقبونا على ايه بالظبط؟ بتعاقبونا ان احنا وثقنا فيكم كاخوان. اسفين يا ريس، دي الرساله الاولى. حضرتك وعدتنا يوم ما الشعب يقول لك امشي هتمشي. امشي يا ريس، كفايه علينا كده، كفايه على الشعب كده. الرساله الثانيه يا ريس جايبها لك من قلبي كده بقولها لك، ودي للاستاذ ابن سيادتكم، الاستاذ اللي طلع وقال للظابط هقعدك جنب امك في البيت واجلعك البدله الميري. بقول لك يا استاذ عبد الله او يا استاذ احمد او يا استاذ اسامه، ربنا يخلي يا ريس، ربنا يخلي لك انجالك. بقول لك ان حد فهمك ان مصر دي عزبه ابوك واحنا فيها اولاد الريس عبد الواحد؟ ابدا. احنا قلنا بالثوره ليه؟ ده انا جايه لك من بيروت عشان اقول لك اسفين يا ريس، اسفين على ثقتنا فيك، اسفين على اختيارنا ليك. جايه لك ومحمله بدم ولادنا اللي لسه على القضيب في منفلوط، ودم شبابنا ولحمه اللي اتهرس تحت قضبان السكه الحديد في البدرشين عشان يخدموا الوطن. متعبين احنا بحبك يا وطن، كفايه علينا كده. جايين هنا قبل ما اتكلم عن مشكله الداخليه جاي اوصل رساله. احنا عارفين الشاعره ايمان البكري موت فيها. قالوا الرجال ان النساء ملهمش في الوزارات، ونهار ابونا مسا لو حكموا الستات في وزاره التموين والاقتصاد بالذات هتضيع فلوس البلد في اللبس والبوتيكات. يا اخوانا ده اسمه كلام؟ يبقى وزيرنا مدام واسم البعيد فتكات. يختي عليه لو مشي يدخل مجالس اشي، لابس قميص شفتشي، من كلمة واحدة يختشي وينزل صويت وعياط. يهل العلام والأدب، اقروا التاريخ اللي انكتب فوق الطريق علامات. كليوباترا حكمت بلد بالحيلة ويا الجلد من غير لا خد ولا هات. وكيد النساء موصوف عند الطبيب معروف، يخلوا 7 خروف وتبلهم علامات. وكم من وزير كان قفا جه في الطريق واختفى ولهف معاه ألوفات. أسر الكلام يتقال من فيهم اللي فيه، مش مسألة عضلات. ساعات كتير ستات بيكونوا رجالة ورجال في طبع النساء وطلع لهم شنبات. شنبات شنبات يا منى. ايوه يا استاذ معتز، شنبات. ده انت عملتي حكايات وروايات، وبشكركم على وجودكم النهارده في مصر الجديده.